اجيو نديروا واحد الملخص للمباراه ديال المغرب ضد الكابون، نشوفوا البيوت اللي تماركاو ونديروا لهم تحليل. هذه اول مره كيكون الركراكي خاسر وتيقلب الماتش. تخيلوا فاش ماركاو البيت الاول زادوا البيت الثاني جاب الله كان تسلل. انا تما تخلعت قلت صافي دبرنا عليها وليد الركراكي ارحل. ولكن لا 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 ماشي كتمشي الامور الاخوان. وليد الركراكي وليداتو داروا واحد الماتش، واحد التكتيك، واحد الاداء. بطبيعه الحال كانوا شي لعيبات ماشي هما هادوك. عامه المنتخب كان ناضي ديال بصح. وفي الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا كيف ما قلنا ملخص ديال اشنو وقع، ولكن قبل ما تنساوش ديروا معكم لايك وتخليو لنا التعليقات ديالكم على المنتخب المغربي. ويلا نبداو. اول هدف كانت كوفره غادي يضربها حكيمي الصراحه عنده مع كوفرات. هذه كوفرة ضربها السي حكيمي، جا حركاس ضربها بالراس غاق. حاجه واحده اخرى راني قلت لكم ان حركاس غادي يلعب رسمي وغادي يثيق فيه الركراكي، لحقاش الماتش اللي قبل كان عنده مشكل مع الجمهور، وهذا الشيء اللي كاين. هو لعبو وهو ماركا لنا البيت الاول وقدم واحد الاداء ناضي. برافو عليك حركاس. اما بخصوص الهدف الثاني فماركاه ابراهيم دياز، كانت عباره عن ركنيه، كره تهزات في السماء. شوفوا مزيان هنا ابراهيم دياز، لعابه كاملين جارين اللعابه ديال الديفونس. ابراهيم دياز بقى بوحديتو خاوي كيتسنى كره في مكان الحظ. فقط غادي تجيه كره غادي يقيسها بالراس ديال صبا الطرق، غادي تدخل كره بيت جماعه طوي. وهذا الشيء اللي وقع. ارانا البيت الثالث بن صغير، شوف بن صغير والله حتى كبير بالله. المهم عطانا واحد الركنيه فن. ابراهيم دياز عاوتاني في مكان الحظ جنب البوطو كيتسنى على الله تجي شي كره مقشره يدير لها داك غوق غادي تدخل. هذا الشيء اللي كاين. هو عطا طن دخلات. وليد الركراكي كان فرحان. بلال الخنوس والسيباري دخلوا في الميطه الثانيه، والبيوت اللي ماركاو يا خوتي من اجمل ما كاين. اجي نديروا التحليل كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. بلال الخنوس شد الكره دار له واحد الكونترول زويون الوسط خاوي. شنو دار؟ هز راسو بان له السيباري غادي تيجري موراها، عطاه واحد لاسيست واحد الباس. شوف الكره غادا لاصقه في الارض، ما تهزات في السماء، ما قاسها حكم، ما شدها لاعب. داكشي بالمليمتر يا معلم. مشات شدها السيباري شنو دار؟ هز راسو. شوف زاد شويه باسا كره. شوف الاسيست. ما شداش اللاعب الاول وما شداش اللاعب الثاني وما شداش اللاعب الثالث. وجا النصيره. شوف النصيره راه ضربها، راه ماشي تعكل وطاح وقاستو، لا راه ضربها برجلو عاد ضربوا اللاعب. هذا بيت واعر بزاف، هذا بيت كيتقرى في كرة القدم. اما البيت الاخر اخوتي واش نقول لكم؟ بيت واعر، واش نقول لكم زوين، واش نقول لكم ميسي، واش نقول لكم كريستيانو رونالدو. هذا السيباري يا صاحبي. شكون هو السيباري ولا ما عرفتيش؟ السيد صاحبي شبعاني قصه طواجن والمهارات. نيمار صاحبي وما عندوش هاد المهاره. شوف خصنا نحللو. هنا السيباري جاتو كره شدها صافي. هاد الكره نورمالمون كتقول تقدر تضيع تولي كورنير، لا دار واحد التمويه اللاعب، دار راسو غادي يصافطها ليه، صافطها بالرجل الاخرى للاتجاه الاخر وقلب الاتجاه ديالو. شوف اللاعب كي دار له، صافط اللاعب بيدو قال له سير اخويا الطاكسي. ها هي اخويا الطريق اللي كتدي سوق الاربع سير ليه. عاوتاني جا اللاعب الثاني شنو دار له؟ السيباري راه ناوي غادي يمشي لليسر، ولكن هو راه غادي يقلب الاتجاه ديالو بسرعه. سير اخويا انت لسوق السبت. عاوتاني هنا الكور قال لك جاي يشد كره. السيباري عطاها له في الزاويه اللي تيسكن فيها الشيطان الراق. بيت عالمي. شهر كاس دوا هركاس. راس لافوكا مازال كيجري، قال لك مازال دابا كيجري فرحان عاجبو الحال. دراري المنتخب فرحنا بزاف. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لنا شي تعليق شي كومونتير، وتهلاو الاخوان.